عاملين ايه؟ وحشتونا جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ بجد وحشتوني جدا جدا. طبعا انا بقالي فتره كبيره ما بصورش، وزي ما احنا شايفين الاسباب كتير جدا. اول حاجه اصلا يعني كنت تعبانه، والحمد لله عملت عمليه وكده، والحمد لله عدت بسلام. دعواتكم ليا بقى ربنا يكمل شفايا على خير. تاني حاجة طبعا زي ما انتم عارفين الأسعار بقت عالية جدا جدا، وطبعا أنا وقفت تصوير. فلما وقفت تصوير قلت الساعات بتاعتي على القناة وكده، وأنا وقف الربح عندي على القناة. فدلوقتي بقى إن شاء الله يعني مش لاقية مناسبة أو مفيش مناسبة أحسن من كده. إن شاء الله دخلت رمضان علينا، كل سنة وانتم طيبين، ونعد عليكم بالخير واليمن والبركات يا رب. فقررت ان انا يعني ابدا اوقف قناتي على رجليها تاني. طبعا يعني الدنيا صعبه زي ما احنا شايفين، ولازم نسعى. يعني ربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، فانا هسعى وان شاء الله ربنا يكرمني وربنا يوفقنا باذن الله، وتكون بدايه خير وفتحه خير عليا. وانتوا برضو نفسكم معايا تشجعوني باللايك والاشتراك في القناه وكده، وان شاء الله يا ربنا يرزقنا جميعا ويوسع علينا يا رب، ويرزقني برزق ورزق اولادي. طبعا معايا الانسه ريماس بنوتي، انا معايا فارس وزياد، والبنوته بتاعتي الصغيره بقى ريماس، وانا بقول لها يا ميسا. بس جيت بقى النهارده يا جماعه لقيت بقى الناس كلها عمالين ما شاء الله بيشتروا حاجات رمضان ومفرحين الاولاد وكده، وانا زي ما قلت لكم طالعه من عمليه، وبصراحه عايزه افرح وافرح الاولاد معايا وكده. ف قررت بقى ان انا كمان اعمل مشتريات رمضان، يعني جت علينا مثلا. فنزلت بقى اشتريت شويه حاجات كده، وقلت ابتدي بقى بيها فيديو جديد على القناه، وان شاء الله يكون وشه حلو علينا، واوريكم المشتريات اللي احنا اشتريناها. طبعا ماسة واخواتها عايزين زينه وعايزين حاجات لرمضان، فنزلت جبت لهم زينه، وهوريكم بقى جبنا ايه مع بعض. اول حاجه طبعا شفت دوت شكله مبهج جدا. خلي بقى ايه الحاجات دي دلوقتي كده، شكله تحفه. اول ما شفته في المحل بصراحه عجبني جدا. فانا كنت داخله في محل حلو يعني كده، فكنت حاسه ان هو ايه، ببص على سعره لقيته ب 75 جنيه. فما بقيتش عارفه هل كل الاسعار كده ولا هو عالي ولا حلو، بس هو بصراحه خامته حلوه جدا. بس بعد ما اشتريته وطلعت اتمشيت كده في محلات تانية اللي هما بقى بتوع البلاستيك وكده، لقيت الاسعار يعني مثلا الشفشق كده لوحده ب 35 جنيه، بس مش نفس الجوده دي بجد يعني. فطبعا جبت دوت عشان الاولاد. بصوا رمضان كريم بالكوبايات بتاعته، بس حلو جدا. هو ده ب 75 جنيه بس الخامه بتاعته حلوه تستاهل. وجبت ايه تاني بقى بخصوص الزينه؟ احنا بقى نشوف الزينه الاول بتاعتنا، وبعد كده نشوف الحاجات التانية بعدين. الزينه دي بقى بصوا دي شكلها نحاس كده، هي اللمض الصغيره بس معمول عليها الشكل ده بالنحاس، حلو جدا برضو. ده ب 45 جنيه. انت مش هتقولي حاجه يا حبايبنا؟ مش هتقولي السلام عليكم ولا اي حاجه؟ السلام عليكم. عاملين ايه يا جماعه؟ وحشتوني اي حاجه. ده طبعا زي ما قلت لكم 45. جبت دوت، انا من زمان نفسي قوي في حاجه الهلال والنجم، اللي كان هو بيبقى هلال ونجمه وفانوس، معرفش دلوقتي بقى هلال ونجمه بس حلو. دي ستاره. عايزه اقول لكم بقى ان الاسعار طبعا متفاوته، في اسعار كتير. هعرفكم برضك على سعرها، بس انا بقى ايه سبتها للاخر بصراحه. انا قعدت اقول ايه، طبعا كذا حاجه قدامي وكذا حاجه بتزغل للعين، مش عارفه اجرب انه، مش عارفه اجيب انه. فقلت ايه، انا هشتري الحاجات، اشتري الاشياء بتاعتي كلها، واللي هيتفضل في الاخر هشتري بيه الستاره دي، لان هي الستاره دي بتختلف، يعني هي انواع كتير واشكال كتير واسعار طبعا متفاوته. بصوا بقى الستاره دي زي ما انتم شايفين، هقول لكم انا سعرها دلوقتي كده. وريني مثلا كده المشترك ده كده نجربه. خلي الكاميرا ماشي حلو. بصوا مبهجه بصراحه، شكلها حلو جدا، وبرضك لما هعلقها هوريها. خلاص افصليها. يبقى ده كده بالنسبه للزينه. كده خلصنا الزينه بتاعتنا.
دولت برضو شكلهم حلو قوي، عجبني. دول للارفف بتاعت التلاجة. منظر تحفة. دي 3 قطع، 3 قطع. دي ب15 جنيه، مش كتير بس شكلها حلو قوي وفرحة يعني، بجد شكلها جميل يجذب كده الانتباه. حلو قوي. وديت بقى للترابيزة برضه، دي ب15 جنيه. دي رمضان احلى مع امي زي ما انتوا شايفين. ممكن يكون ايه الكلام هيبان عندكم متشقلب عشان انا بصور بالكاميرا الاماميه. انا حاسه ان الكاميرا بتفتح وبتغمق. يبقى احنا كده خلصنا بقى الزينه بتاعتنا والحاجات بتاعتنا على قدنا كده، بس برضك حاجه ايه تدخل الفرحه والسرور على البيت يعني. انا كده بقيت على نفسي. ايه تاني بقى يا جماعه؟ طبعا بقى المشتريات وما ادراكم ما المشتريات بتاعت رمضان واليميش وكل الحاجات الحلوه اللي احنا عارفينها دي. طبعا الاسعار بسم الله ما شاء الله ما اقولكوش، طبعا كلنا عارفين وكلنا شايفين وحاسين وكل حاجه. طبعا دخلت فتح الله، اشتريت منه المشتريات. انا كنت شاريه حاجات قبل كده اللي هو جوز الهند والزبيب والكلام ده والتمر والعناب والخروب، مش عارفه. بس دولت بقى اللي انا جبتهم امبارح مع الحاجات دي. طبعا قمر الدين اللي هو احلى نوعين. الست بسكوته شرفت معانا في الفيديو، طبعا لازم تشاركنا يعني، دي مش هتسيبنا في حالنا. احلى نوعين انا بحبه قوي المنال والاحلام. المنال حتى ريحته طالعه جامده. المنال دوت ب 88، اللفه ب 88، الاحلام ب 105. فانا جبت المنال حلو قوي بقى. الخروب والست ماسه طبعا بتتوحم على الخروب اللي هو القرون دوت. انا جايبه خروب كمان اللي هو المكسر اللي بيتعمل. طبعا عايزه اقول لكم ان الخروب اساسي عندنا في رمضان يوميا بصراحه. يعني لو رحت اشتريتي الخروب بتشتريه من بره، يعني الازازه مثلا هتخش لها في كام؟ ومش هنقوله كمان ب25، لا هتبقى اغلى بكتير وما بتكفيش كل واحد ياخد له كوبايه. انا بحب اعمله بصراحه في البيت، التمر والخروب والعناب. يا حلاوه انت بارده قوي. فدوت اللي هو هم عايزينه يتاكل كده. جبت منه نص كيلو، مش عارفه الكيلو بكام، ب 220 كيلو 220. جبت انا ايه نص منه. وطبعا اللي هو المكسور اللي بيتعمل. تعالي هنا يا حبيبتي، يا حبيبتي بس ماشي يا حبيبتي يا حبيبتي. ماشي يا بسكوت، صدقنا ظبطنا الكاميرا يا شيخ. المهم بقى جبت اللي هو المكسر ده، جبت منه 2 كيلو. بعمل نص كيلو كل مره. دوت نص كيلو كده للاكل. ده البلح، وده بلح ايه بلح سلطاني. شوفي هنا كده، بلح سلطاني خام بالوزن، مش مكتوب عليه كيلو. ده بلح، بس انا بحب قوي قوي النوعيه دي من البلح الصراحه. هو عارفه اعمل ازاي. هو ممكن يكون انا حاسه ان ما كنتش بنصور. لا بصور، هو بيعد. يبقى كل ده بصوا يا جماعه جامده. البلحيه بتاعته حلوه قوي وطريه، مش ناشفه. دي خدت خروب كنت زواج البلح. حلو ومعسل وطعمه جميل. انا بصراحه بحب لازم يعني، طبعا دي سنه على الرسول عليه الصلاه والسلام،
انك انتي تشقي ريقك ببلح. فحتى لو عامله عصاير او عامله اي حاجه لازم البلح اللي هو دوت الناشف، مش اللي هو العب. بحب ده قوي. يا بسكوت هتسيب لي حاجه في حاله. بصوا بتشد ايه. ايه تاني؟ جبنا طبعا السوداني دوت. ما تجيبوش اللي هو جيبيه اللي هو المصحح دوت، طبعا المجروش مش مضمون. فدوت انت تجيبيه وتعمليه عندك في البيت، في الهون، في الكبه، في المفرمه. ده بكام؟ ده ب130 الكيلو. جبت نص ب68. انا ده الوزن ده 68، يعني ب68 جنيه. فاهمين؟ فده السوداني طبعا بقى لزوم الايه، الكنافه والقطايف وكده. القطايف واللطايف كل الحاجات الحلوه دي كلها. ايه تاني جبنا معانا؟ جبنا ديت بقى. دي تشكيله من المكسرات، عين الجمل ولوز وبندق. حلوه بصراحه، انا جربتها السنه اللي فاتت. عارفين يا جماعه دي السنه اللي فاتت كنت جايباها بكام؟ انا كنت جايبه الكيلو من دي ب100 جنيه. السنه دي انا جايبه دي كيلو 100 جرام. هقول لكم كده ب264. سعر الكيلو 240. دي كيلو 100 جرام 264 جنيه بس. يعني ايه بصراحه احنا مش هنجيب، مش هضحك عليكم يعني، مش هنجيب اللي هو الجاهز اللي هو المتقشر، لا. فقلت دي حاجه برضك ايه يعني ايه تسد معانا وكويسه. انا كنت جايباها والله بجد، كنت جايبه منها السنه اللي فاتت كذا لفه والله العظيم ب100. لكن بصوا السنه دي بكام؟ 264 الكيلو 240 بس. برضك لو عايزه ترشي منها على حاجه مثلا هتاخدي منها طبعا. انا جبت ايه كمان؟ جبت علبه السمنه دي علبه سمنه جنه. دي تقريبا كانت ب92 او ب95 حاجه زي كده. بس انا اول مره اشوف اللي هي طعم الزبده النيوزيلندي. انا بجيبها اللي هي الصفرا، لكن اول مره اجيب الخضرا دي. فحبيت ان انا اجربها لما لقيتها بطعم الزبده النيوزيلندي. الزبده النيوزيلندي بكام دلوقتي؟ فقلت اجرب دي بس بقى. وبعدين في ايه تاني معايا؟ معايا بقى مناديل المطبخ. طبعا حلوه جدا بصراحه، تقلي اي حاجه بتحطي منها. جبت 6 دولت ب50 جنيه. حلوه جدا مناديل المطبخ، مش النوع يعني، بس المهم ان هي ما بتستغنيش عنها في البيت. ومعايا بقى طبعا الحاجات اللي هي لزوم التجميل بقى، توكل الانسه بيسا، كريم، وده بلسم كده من ضمن بقى المشتريات بقى بالمره. كده بقى ايه، خلصت المشتريات بتاعتي. انا طبعا زي ما قلت لكم انا كان عندي مشتريات، انا مش عارفه احنا كده كام دقيقه مثلا. المهم ما علينا، نكمله وبعد كده نشوف احنا كام دقيقه. عندي كنت جايبه زي ما قلت لكم جوز الهند والزبيب، طبعا الحاجات دي لازم. والخروب المجروش وكل الحاجات دي. بس بصراحه ناسيه اسعارها، يعني انا حتى لو جبتهم دلوقتي بس انا ناسيه اسعارهم فين، فعشان كده ما جبتهمش. لكن الحاجات دي لسه جايباها امبارح وكده عشان الزينه اللي طبعا عايزينها عشان تدخل رمضان وكده، فنزلت جبت الحاجات دي. فاللي انا فاكره سعره هو اللي انا قلته، لكن الباقي بجد مش فاكره سعره بس. وكده بقى يا حبايبي خلصت الفيديو بتاعي، يا رب اكون خفيفه عليكم، واتمنى منكم ان كنتوا تقفوا معايا واعرف ان انا ارجع قناتي تاني وادخل فيها الربح من جديد، لان هي الربح واقف فيها وكده. فاتمنى منكم ان انتوا تساعدوني لو كومنت بسيط منكم واللايك بتاعكم الحلو، وربنا ما يحرمنيش منكم يا رب. وكل سنه وانتوا طيبين، ويعود عليكم الايام بالخير واليوم